أكلتنا النهاردة غدا من غير لحوم ولا فراخ، لأن لما يوصل تمن اللحمة الكيلو ب300 والفراخ الكيلو البانيه ب200، يبقى أنا بقى كست بيت شاطرة لازم أتصرف كده وأعمل لهم وصفة جميلة تعجبهم وتكون موفرة. زي ما انتوا شايفين جبت شوية زيت حلوين وطشيت فيهم قرن فلفل شطة متقطع حلقات، وكنت مفرزة توم في الفريزر، حطيت 5 فصوص من التوم وبصلايه كبيره متقطعه جوليان شرايح زي ما انتوا شايفين. بس انا هنا بفضل تستخدمي البصل الابيض مش الاحمر. الوصفه دي الاحسن فيها البصل الابيض. هقطع قرن فلفل شطه تاني، قلت بقى انا هخليها سوبر سبايسي بقى، يعني حاجه كده فظيعه. حطيت قرنين فلفل شطه تاني زي ما انتوا شايفين، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، فلفل اسود وسكر وملح. تمام. هقلب الكلام ده كله مع بعضه علشان التوابل دي كده تتحمص مع الزيت مع البصل والثوم. شايفين الثوم خد لون حلو ازاي؟ هو ما اتحرقش، هو واخد لون حلو بس، والبصل كمان تطلع النكهه بتاعته. بعد كده هشيله من على النار واضربهم في الكبه، بس لازم يكونوا بردوا تماما. يعني شايفين مفيش اي دخان بيطلع لان انا عايزاها بارده تماما. وادي البهارات نازله اهي، لونها ما اتحرقش ولا حاجه، مجرد بس اتحمصت معايا شويه. دلوقتي بقى هضربها في الكبة لغاية ما تبقى مفيش اي كتل، يعني يبقى معايا خليط ناعم زي المعجون. شايفين؟ اصلا كفاية الريحة، يعني يا ريتكم معايا تشموا الريحة، الريحة رهيبة يا جماعة بجد. هتجيبي 3 بيضات في درجة حرارة الغرفة وتضربيهم. انا بفضل طبعا كل بيضة لوحدها الاول وبعدين تضيفيها علشان ما تطلعش بيضة بايظة وتبوظ بقية البيض، بس انا كنت متأكدة ان البيض بتاعي فريش، ان شاء الله تمام. تضربيهم كده. نسيت اقول لكم لازم تحطوا معاهم معلقتين من الحليب، وتضربي كويس جدا لغايه ما يختلط تماما. هجيب بقى معلقتين من الخليط اللي انا عملته ده واحطه على البيض، والباقي عادي بشيله في التلاجة او في الفريزر، واضربهم مع بعض بالمنظر ده. على النار بحط الطاسة ومعلقة كبيرة من الزبدة، وبعدين اطش بقى الزبدة بالخلطة اللي انا عملتها دي. ازاي بقى تحولي البيض لغدوة حلوة؟ تعالي اقولك. دي مش بيتزا على فكرة، اللي فاكر ان هي بيتزا، لا مش بيتزا. حطيت هوت صوص، حطيت بصل احمر بقى متقطع صغير، شوية جبنة موتزاريلا، شوية طماطم، شوية اي خضار عندك حطيه. انا حطيت فلفل شطة تاني عشان تبقى سبايسي قوي، وبصراحة طعمها رهيب. بعد ما الجبنة ساحت طبعا بتغطي الكلام ده، بتحطي شوية زعتر وشوية كاتشب وتشيليها من على النار، اللي بالمناسبة بتكون النار واطية هنا. انا طول الفيديو شغالة على نار واطية عشان الحاجات ما تتحرقش مني. الوجبة دي هتكفي فردين، لو انت عايزة اكتر من كده بتضاعفي الكميات، بتجيبي العيش اللبناني وتلفيها كده. عايزة اقول لكم مشبعة جدا، كل واحد بياكل ساندوتشين ويشبع وبألف هنا.